هايل. انت عملت امتى المسح دي؟ مسحي عامله اول امبارح، عامله أول 8 8. ما شاء الله. ده مسح زاد على الجسم بعد العمليه. الراس والرقبه الحمد لله سليمه، الصدر سليم. بيقولك بالنسبه للبطن الحمد لله الكبد سليم، مفيش اي غدد في البطن او الحوض. الطحال تمام، البنكرياس تمام، الغدد تمام، مفيش اي استسقاء، العضلات بتاعتك تمام. بيقول الحمد لله ان مفيش ولا نقطه. اشعه المسح دي اسمها المسح الذري، انت فاهمني ولا لا؟ دي بتلف حقنه انت خدتها، بتلف على الجسم كله، لا قدر الله بتنور لو في مكان لورم معين. ما شاء الله عليك، انت كده امورك تمام التمام، انت كده شفيت خالص من السرطان. احنا خدنا كام كيماوي قبل العمليه؟ كنت واخد 6. خدتهم كلهم في موريتانيا. وخدت كام اشعاعي؟ 25. تمام. احنا عملنا العمليه في تونس. بعد قد ايه من الاشعاعي؟ بعد قد ايه بالنهايه؟ 3 شهور. 3 شهور. انا قلت لك نعملها بعد شهرين، صح. بس انت تاخرت شهر. صح. تمام. صح. وانت هنا رحت عند الدكتور بتاع الكيماوي هنا، الدكتور البسطويسي، طلب منك. انا شفت برضو المره اللي عدت تحليل دلالات الاورام عندك ممتازه، وادي المسح ممتاز. انت النهارده هتعمل له زياره النهارده ولا بكره؟ عملوا لي النهارده الساعه كام؟ بعد ساعتين. ومسافر موريتانيا بعد قد الصبح ايه؟ ان شاء الله. مسافر موريتانيا بعد قد ايه؟ 4:30 الليل ان شاء الليله. انت كده قعدت قد ايه في مصر؟ الله. اكثر من شهر. لا اكثر من شهر. قد ايه يعني؟ شهر تقريبا. 35 يوم. 35 يوم. تمام. الجراحه تمت بالمنظار، صحيح. توصيل مباشر، الحمد لله. مفيش اي فتحات جانبيه. الحمد لله. انا حاسس طول الوقت انت ما اشتكيتش من اي شيء. الحمد لله. ها؟ الحمد لله. التبول طبيعي دلوقتي؟ الحمد لله. طب انا من امبارح بدات ليك الاقراص بتاعه التحكم. امبارح عملت كم مره حمام؟ مرة. هايل. طبيعي يعني. الحمد لله. النهارده لابس حفاضه ما لابس. عشان طالع انت، آه. عشان واصل مشوار. عشان واصل. انت فاهمني ولا لا؟ يعني بدا. خدت كم قرص من التحكم؟ 3. تمام. واول امبارح اخدت كم قرص؟ 2. تمام. طيب عاوزين انطباع اخير ليك عن مصر الاول. واحنا سعداء بموريتانيا، وانت اديتنا معلومات هايله عن موريتانيا الحمد لله. صراحه. الحمد لله. واحنا مبسوطين. ده لبس مغربي مش موريتاني، اسمه غريب. بس انت وعدتني تبعت لي لبس موريتاني. ان شاء الله. دي امانه. ان شاء الله. تمام. ايه انطباعك عن مصر؟ ما شاء الله. شعب طيب، شعب يقدر الاخوه العربيه ويقدر الشعوب العربيه. هاي جزاهم الله خير. هاي. انطباعك عن مستشفى الاورام الجامعي باسيوط والمركز بتاع، انت عملت العمليه هناك، ايه الانطباع؟ مستشفى كبير وقدم خدمات كبيره، مساهم خدمات، مساهم في تقديم في الصحه في مصر. انت راضي عنه؟ الحمد لله. راضي عن هذا المستشفى يعني؟ الحمد لله. تمام. ايه انطباعك عن الدكتور علي زيدان بكل امانه؟ بارك الله فيه. ارجو له طول العمر وان يواصل مشوار ان شاء الله. ما وعدك بيه الدكتور علي لقيته مظبوط؟ صحيح. جراحه بالمنظار، جراحة. استئصال جذري، ما فيش اي بقايا ما شاء الله، الحمد لله. توصيل مباشر، الحمد ما لله. فيش اي تحويل مسار. الحمد لله. كل شيء عملناه لحضرتك، حتى التحليل بتاع الباثولوجي احنا اللي حللناه، كل شيء تكلفنا عنه. يعني انت حضرتك لم تتعامل مع اي شيء، سواء المستشفى سواء غيره، كل شيء احنا اديناه لحضرتك. تمام. احنا سعداء بيك جدا، وانت تقدر ترجع بلدك سليم. النهارده هتعمل زياره للدكتور احمد وهتديني انطباع قال لك هتحتاج او لا. اذا لم تكن تحتاج، فانت اول 3 شهور زي ما قلت تشرب ميه كتير، طبق السلطه مهم جدا، الفاكهه والخضروات مهم جدا. الاقراص اللي انا كتبتها ليك بتاعه التحكم دي هتاخد من قرص ل3 على حسب الحاله زي ما وضحت لحضرتك. وان شاء الله باذن الله بعد 3 شهور، ده لو مش هتاخد كمان، انت فاهمني حضرتك، بعد 3 شهور هتعمل لي تحليل دم. سامعني يا مولود؟ سامع؟ صورة دم، وظائف كبد، وظائف كلى، وسكر، واهم شيء دلالات الاورام. بعد 3 شهور، اول 3 شهور مش محتاج اي اشعاعات، احنا عاملين مسح ذري مش هنحتاج اي اشعاعات. المتابعه عشان هكتبها لحضرتك، هتتابع معايا مره عن طريق الواتساب كل 3 شهور اول عامين، ثم مره كل 6 اشهر العام الثالث والرابع، ثم مره سنويا
بداية من العام الخامس. هنعمل أول مرة تحاليل، تاني مرة تحاليل وأشعة، تالت مرة تحاليل، رابع مرة هنعمل أشعة مقطعية، وهنعمل منظار بعد سنة. بعد سنة مش قبل سنة. تمام؟ ليك أي تساؤل أو أي استفهام؟ الحمد لله. في نية إنك تنزل مصر تاني تزورنا ولا هتتابع على الواتساب بس؟ الواتساب. الأول كنت متخوف أنت. صح. قعدت تقول مصر بعيدة. بعيد كثير من التردد. كريم التردد. ليه حتى كنت آخر لحظة. ليه كنت متردد؟ انت ترددت وجيت اوقات قلت انا عندي ظروف خاصه وكنت هتهرب مننا، انت فاهمني؟ ليه كنت متردد بكل امانه؟ الحمد لله الحمد لله. لا ليه كنت متردد؟ لا مصر غير معروفة عندنا، مصر في الطب تمام. طب لما جيت لقيتها معروفه؟ كثير خاصة الجراحة. تمام خاصة تمام. الجراحة متقدمة مصر. لقيت جراحه متقدمه. متقدمة. وادي الرنين، وادي المسح الذري المسح عملته الذري. في 24 ساعه. وغير المسح هذا. حتى انت قلت لي الاسعار في مصر اقل، يعني انت قلت لي سواء اسعار الاشعاعات والفحوصات اقل مقارنه المسح بالجمهور. هذا غير موجود. لا اعرف الا الرنين المغناطيسي هنا. تمام، وغير موجود. وهنا ولقيت استاذ متخصص هنا في الكيماوي واستاذ متخصص في الاشعاعي، صح كده ولا ايه؟ نعم، هناك في متخصصين في الاشعاع. طيب انت كنت متردد، ايه اللي حسم قرار انك تيجي؟ ايه اللي خلاك، ايه الدافع الاساسي اللي خلاك تيجي؟ لا قمت بالاستخارة. بس انا اعتقد بعد الاستخاره واراده الله طبعا اللي هي مقدمه عن اي شيء، التوصيل المباشر هو الدافع هو الاساسي. الدافع صراحة ما هم خيار. هو لو كنت رأيته لم آتي إلى مصر. لو كنت رأيته في تونس لم آتي إلى مصر. غير مطروح كان. لم تراه في تونس. لم أراه في تونس، وبالتالي لم يكن لدي خيار. ولم تراه في توكلت على الله. الدافع الاساسي هو التوصيل المباشر. هو التوصيل بدون اي فتحات جانبيه. بدون أي فتحات، صح. قالوا لك مهما رحت اي مكان لن يجب ان التوصيل يجب ان يكون فيه فتحه جانبيه. اكدوا لي، قال لك لو رحت اي مكان صح. لازم يكون فيه فتحه جانبيه. صح. الحمد لله على سلامتك. وانت اول ما ارسلت لينا الورق احنا اطلعنا عليه وقلنا لحضرتك تابعنا معاك. احنا قعدنا نتابع معاك حوالي 4 أو 5 شهور. 5 شهور وانا اتابع معاك بالواتساب واتابع معاك الفحوصات، وكنت مساند ليك في اوقات كتير انت ترددت فيها. ربنا يشفيك وربنا يسعدك ونورت مصر. وانا ان شاء الله باذن الله يقينا اقدر اقول لك كده باراده الله انت شفيت بالكامل. وان شاء الله انت كام سنه يا مولود؟ 39 سنه. 39. انا متوقع ليك باذن الله انك تعيش كمان 39 عام باذن الله. باذن الله. شكرا